السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الريفيو بتاعنا عن فندق بليند كلوب اكوا ريزورت الغردقة. الفندق بتاعنا في منطقة القرى، ومنطقة القرى دي اخر حاجة في الغردقة. في الاول بيقابلنا منطقة الاحياء، وبعد كده في منطقة وسط البلد، وبعدين بنلاقي منطقة القرى دي اخر حاجة خالص في الغردقة وابعدهم. بس هي منطقة راقية جدا الصراحة. الفندق بتاعنا جوه منتجع جواه فندقين، فندق بليند وفندق كاليميرا، في فندق تالت ولكن لسه ما اشتغلش. فندق كاليميرا دوت تم افتتاحه في شهر 2. يعني لسه جديد. كمان البادجت بتاعه اعلى من بليند. بندخل من عند الهرم ده، وبنلاقي فندق بليند على ايدنا اليمين وفندق كاليميرا على ايدنا الشمال. دلوقتي هنبدأ رحلتنا في الفندق بليند اللي بنعمل عنه الريفيو دلوقتي. بندخل من عند اليافطة الزرقاء دي، بندخل كده يمين. اول حاجة بتقابلنا في المكان هي منطقة الحفلات والعاب الاطفال كيدز اريا. هنا الحفلات بتبدأ بالليل من الساعة 9 من بعد وجبة العشاء على طول. هوريكم طبعا جزء من يعني فقرات من الحفلات اللي كانت بتتعمل. بيعملوا حفلات للاطفال وحفلات للكبار. بيبقوا عاملين ستاند كده بيبقى عليه انيميشن بروجرام متحدد فيه مواعيد الحفلات. هو الفندق مش كبير ومش صغير، ولكن مساحته يعني كبيرة بحيث ان احنا منتوهش فيه قوي. هنا الكيدز اريا برضو صغيرة كده اصلا. اللي بصراحة المكان اجمل حاجة فيه البحر والاكوا، فهنلاقي الجست بولادهم على طول بيصحوا الصبح يفطروا وعلى طول على البحر والاكوا بارك. وبالليل الحفلات بتتعمل هنا اهو. زي ما قلت لك هوريكم فقرات اللي انا صورتها. هخرج من نفس المكان اللي دخلت منه، وبعد كده هنتجه على الريسبشن. دي مجموعة من الغرف. المسافة ما بين المكان اللي كنت واقفة عنده دوت بتاع الحفلات والكيدز اريا لغاية الريسبشن هناك، هو عند الباص اللي واقف في الوش ده، مش مسافة كبيرة يعني، هي حتة صغيرة قوي. هرجع برضو اوضحها لكم تاني. هنا ده المدخل اللي دخلت منه لمنطقة الحفلات. دي اول حاجة بتقابلنا في فندق بليند. بنمشي شوية وبنلاقي في الوش الريسبشن. كمان نفس الباب بتاع الريسبشن دوت بنلاقي الاتوبيس بتاع البحر. مش عايزاكم تتخضوا من الجملة دي. هو بس ممكن المسافة من الفندق للبحر حوالي، لو بنمشيها حوالي 10 دقايق، لو هنركب باص حوالي من 3 ل4 دقايق. كل الحاجات دي برضو انا مصورها لكم. فالمسافة مش كبيرة والموضوع ده مش عائق خالص. دايما بيكون في باص بيتحرك من عند الريسبشن ومن مكان تاني من ناحية فندق كاليميرا كل 5 دقايق يودينا البحر، وهكذا نرجع. المكان اللي جنب الريسبشن دوت ده منطقة البازارات. محلات بقى فيها ماركتس، فيها لبس للبحر، اي حاجة محتاجين لها لبس البحر مثلا. في عطور سيفونير. قصاد الريسبشن هنا هنلاقي المدخل ده بيودينا على مجموعة من الغرف وحمام السباحة الاولاني. الفندق ما فيهوش غير 2 حمام سباحة فقط. كمان هحاول ان انا هصور لكم او اجتهدت ان انا اصور الاعماق بتاعه الحمام السباحه، عشان خاطر كنت بلاقي ريفيوهات كتيره قوي بتبين بتصور حمام السباحه لكن مش بتورينا العمق بتاعه ايه. زي ما قلت لكم حمام السباحه، حمامات السباحه اللي موجوده هنا في الفندق هم 2 بس حمامين سباحه فقط، ده وفي واحد تاني. حمام السباحه ده متقسم لجزئين. جزء للأطفال 70 سنتي العمق بتاعه، والجزء التاني للكبار 160 سنتي. وبرضو حمام السباحة التاني نفس الفكرة، متقسم لجزء 70 سنتي وجزء 160 سنتي. هنا في مجموعة من الغرف بتبص على حمام السباحة ده، وفي مجموعة من الغرف بتبص على حمام السباحة التاني. أغلبية الغرف هنا هنلاقيها يا إما دورين، المباني يعني هنلاقيها دورين أو 3 أدوار بس، مفيش أكتر من كده. هنرجع تاني هنا عشان ندخل الريسبشن واوريكم الريسبشن من جوه عامل ازاي. الديكوريشن بتاع المكان، الديزاين بتاعه هنلاقيه كلاسيك، مش يعني هادي قوي كده وسامبل جدا. هنا الريسبشن اندور، وفي جزء تاني اوت دور.
يعني الناس اللي بتحب تقعد جوه، الناس اللي بتحب تقعد بره. تمام، بس هو الريسبشن نفسه اللي بيتم فيه الحجز الغرف وكل حاجة بيكون جوه هنا كده على اليمين. المكان دوت او المنطقة دي عبارة عن مكان كده بيتعمل فيه اجتماعات او مؤتمرات. هنا ده الاسانسير الناس واقفة عنده عشان نطلع المطعم. المطعم فوق الريسبشن على طول، ده السلم اللي بيطلعنا على المطعم، موجود في وسط الريسبشن. هوريكم برضو وجبة الفطار ووجبة العشاء، بس خليني افرجكم على بقية المكان والغرف وبعد كده ان شاء الله انا يعني حاولت ان انا اوريكم كل حاجة في المكان عشان تكونوا ملمين بيه قوي وبكل حاجة فيه. هنا ده البار الموجود في الريسبشن، بيكون شغال من الصبح الساعة 7 او 8 الصبح لغاية بالليل الساعة 12. ده باب تاني هنخرج منه، احنا دخلنا من باب وهنخرج من الباب التاني ده. هنلاقي برضو حمام السباحة الكبير ومجموعة تانية من الغرف. هنا الغرف بتاعتنا كانت في المبنى ده، كانت بتبص بشكل جانبي على الحمام السباحة، وكان في وشنا كده على طول اللي هو المبنى بتاع الريسبشن والمطعم. ده حمام السباحة الكبير. هما حمامين سباحة فقط زي ما قلتلكوا الموجودين في الفندق. بعد كده في حمامات السباحة والاكوا بارك، كل ده موجود بقى عند البحر. من العيوب الموجودة هنا في فندق بلند بصراحة موضوع السلالم دي، ان احنا عشان نطلع الغرف بتاعتنا لازم بنطلع السلم ده. العمق هنا بتاع حمام السباحة 160، وبرضو الجزء التاني المعمول للأطفال هو 70 سنتي. في جور العمقين دول بس اللي موجودين هنا. لكن عند حمام السباحة اللي عند الأكوا بارك هنلاقي فيه البحيرة الصناعية دي متقسمة أعماق مختلفة. وهنلاقي فيه حمام سباحة تاني 120 سنتي، غير بقى حمامات السباحة اللي هي بتبقى فيها الأكوا. ده مجموعة تانية هي من الغرف. هم عاملين المباني متقسمة كده بأرقام، بحيث عشان هم طبعا شبه من بعض وعشان الناس متتلخبطش فهم مرقمين المباني. هوريكم هنا الغرف بتاعتنا. طبعا الغرف بيكون متوفر فيها الصابون، الشاور جل، الفوط، مناديل. طبعا بيسلمونا مع مفتاح الغرفة كارتين بعدد الأفراد، سواء الغرفة دبل أو تريبل أو سنجل، عشان خاطر البشاكير بتاعة البحر. في خزنة صغيرة في الدولاب، في شماعات، طبعا بيكون في فرش في الأوضة. لو محتاجين أي حاجة بنطلبها وبتتوفر لنا. في تلفزيون، طبعا في بيبقى فيه كاتل، بيبقى فيه شاي، قهوة، اللي هو النسكافيه، سكر، طبعا بيدخلوا مية كل يوم. دي الغرفة التانية برضو نفس الفكرة. ما تنسونيش في اللايك والشير، ويا رب الفيديو يعجبكم. طبعا زي ما قلت لكم بيبقى فيه كمان شماعات في الدولاب، ولو محتاجين اي حاجه فرش زياده، محتاجين شماعات، محتاجين اي حاجه بنطلبها. بيبقى فيه تلاجة كمان صغيره. هنا كانت الغرف بتاعتنا في وش المبنى دوت اللي فيه الريسبشن وفيه المطعم. الريسبشن تحت والمطعم في الدور التاني، والدور التالت برضو كان مجموعه من الغرف. هنا هو الستاند بتاع الحفلات. بيبقوا موضحين فيه مواعيد الحفلات وانواعها ايه، يعني التنورة، رقص الشرقي، حفلات الاطفال، كل الكلام ده. ودي حاجة بصراحة من الحاجات برضو الجميلة اللي عجبتني في المكان. اسيبكم تتفرجوا على الحفلات، حفلة الاطفال وتنورة والرقص الشرقي، وبعدين نكمل الفيديو بتاعنا.
هنا بقى هنشوف وجبة الفطار وبعد كده وجبة العشاء. بصراحة الكواليتي بتاع الاكل بتاعهم جميل جدا، هم بيهتموا قوي بنظافة المكان. زي ما قلت لكم هو الفندق متوسط مش كبير ومش صغير، مطعم مساحته كويسة تستوعب الجست الموجودين في المكان. الاسانسير بيبقى تحت في الريسبشن بيطلعنا على اول دور دوت اللي هو المطعم، وفي دور تاني فوق المطعم بيبقى فيه غرف برضو. ده المطعم الاول. اول ما نطلع كده من السلم بنلاقي الترابيزات والكراسي يعني واخده حوالي تلتين المطعم، او حوالي 80% كمان من مساحة المطعم. وبعد كده على الشمال هنلاقي المكان اللي بناخد منه الاكل. في بار هنا اهو في وسط الترابيزات بيتقدم فيه المشروبات الساقعة والسخنة والمية. بيبقى فيه مناديل بقى والمعالق والشوك. هنا ده المية، وهنا بيقدموا المشروبات السخنة هي على اليمين، الشاي والقهوة والنسكافيه والأعشاب، وكمان السيفن البيبسي اللي هي المياه الغازية. بيبقى فيه عصاير كمان بس اللي هي بتبقى بودرة اللي هي التانك دي. كمان في التويلت هنا ده الرجالي، وفي ظهره من الناحية التانية التويلت الحريمي. المطعم بيبص على حمام السباحة كبير. طبعا انا بحب دايما اصور ده التويلت الحريمي. دايما بحب اصور قبل ما يكون في جست يدخلوا المطعم عشان بس ما نضايقش حد، وبحب انه بيبقى لسه الاكل بقى كده متنظم، فبيبقى شكله حلو قبل ما اي حد يبدأ بقى يبوظ الجارنش اللي هما بيكونوا عاملينه. هنا المخبوزات بتبقى حاجات كتير قوي باشكال يعني ما شاء الله، يعني اشكال مهولة. الميني دانش والميني باتيه الفطاير بقى كده بالتفاح وبالعنب، يعني بنلاقي حاجات كتير جدا جدا جدا. بنلاقي طبعا العيش البلدي والكرواسون والتوست، وكمان في جهاز التوستر دوت اللي هو بيحمص التوست. بنحطها كده من هنا، بس هي طبعا بتاخد وقت بقى فانا مرضتش اقف اصور لكم اللقطه دي. بنحطها وبنستنى بقى عليها عقبال ما تحمص العيش وتنزل من تحت. بيبقى فيه طبعا عيش بلدي ده اساسي لازم، عشان طبعا بيبقى فيه فول بقى وطعميه والحاجات دي الاكل المصري. وكايزر. هنا بقى نيجي على الفطار، هنلاقي بيبقى فيه طبعا بيض مسلوق، لازم بيبقى فيه السوسيس دوت معمول كده بصوص، بطاطس مسلوقه، بيبقى فيه كمان فول ده لازم، ده اساسي لازم يكون موجود في الفطار. الفول وجنبيه الملح بقى والكمون والزيت والحاجات التوابل بتاعته. بيبقى فيه شعرية باللبن وشوفان باللبن، بيبقى فيه بليلة باللبن برضو، بيبقى فيه كسكسي ده فول تاني برضو جنبيه نفس التوابل. ده برضو دي بطاطس مسلوقة. دي طماطم كده جراتان بيتعمل عليها جبنة موتزاريلا كده وتدخل الفرن. دي فاصوليا بيضة خضار، دي لازم بتكون موجودة في اي فندق بصراحة، من الفنادق الكتير قوي اللي دخلتها في الغردقة لازم يبقى موجود فيها الفاصوليا البيضة دي. ده كسكسي، وغالبا الاجانب بيحبوا الفاصوليا البيضة على الفطار، مش عارفة. الطعمية. طبعا وريتكم بيبقى فيه بيض مسلوق وبيبقى فيه بيض هنا ده بيتعمل اومليت. كل جست بقى على حسب ما هو عايز، فيه بيبقى عايزه ساده، بيبقى فيه جنبيه بقى فلفل وجبنه وبصل وطماطم، يعني اللي عايزه ساده بيختار، اللي عايزه باي حاجه تانية باي اضافات بيطلبها عادي. هنا دي الجبن بقى، الجبنه تشيدر بقى وخيار وتوابل كتير قوي وزيت زيتون وزيت حار وزيت عادي. طبعا بيبقى موجود فيه خضار بقى اللي هو بتاع السلطة، الخضار الفريش،
خيار، طماطم، فلفل. يبقى فيه مخلل مشكل برضو، يبقى فيه خيار كده متقطع ترانشات، وفيه خيار بيبقى سليم. هنا دي انواع جبن، في جبن بتكون سادة، جبنة بحبة البركة بالبابريكا، يعني برضو بيبقى عاملين ميكسات كده كتير. دي التوابل اهي برضو. دي زبادي، بيبقى فيه زبادي سادة، زبادي بالفراولة، زبادي بالعسل. هنا ده الكورن فليكس بالشوكولاتة، كورن فليكس سادة. جنبيه بقى هنلاقي العسل الابيض والعسل الاسود والمربى. المشكلة الحامل اللي بيبقى جواه اسم التاكت اللي عليها اسم الاكل بتبقى ناشفة قوي، فعشان خاطر احاول اوضح لكم ايه، طبعا بتبقى مكتوب فيها اسم مثلا العسل دوت بلغات مختلفة. فالعربي بتبقى مكتوبة اخر حاجة. بيبقى فيه فواكه طبعا في الفطار وفي الغدا وفي العشاء. هنا ده اللبن عشان خاطر الكورن فليكس جنبها، غير اللبن برضو اللي موجود على البار اللي في وسط المطعم عشان خاطر الشاي والقهوة. هنا دي الجبن والزبدة. هنا بيعمل بانكيك وبيحط بقى عليه اللي عايز سكر بودرة، اللي عايز عسل، اللي عايز سكر بني. بعد كده نشوف وجبة الغدا. هنا كانوا عاملين مشروبات كده اللي هي بتبقى بالألوان دي. بيعجبني في المكان، هو ممكن تكون أصناف الأكل فيه مش كتيرة، بس الكواليتي بتاعتها بجد حلوة جدا، ودي بالنسبة لي أنا ميزة. يعني أنا أحب قوي إن أنا يكون عندي أصناف الأكل مش 100 صنف، بس تكون الأطعمة كلها طعمها حلو. دايما بيكون في نوعين شوربة مختلفين، فطار الغدا عن العشاء. هنا ده رز، طبعا بيكون فيه رز، بيكون فيه انواع بروتين، هنلاقي سمك وهنلاقي فراخ وهنلاقي لحمة معمولين بطرق مختلفة. بيبقى فيه خضار سوتيه، بيبقى فيه خضار للناس اللي هي يعني مش بتحب الحاجات اللي بالصلصة، فبنلاقي حاجات يعني اللي هي الحاجات المتسبكة دي، ده بيكون موجود سواء بامية، فاصوليا، على حسب الحاجة اللي هم عاملينها في اليوم ده. واساسي لازم يكون فيه خضار سوتيه للناس اللي ما بتحبش الاكل المتسبك. بيكون في رز بقى ومكرونة، او مثلا نوعين من الرز مختلفين، اصفر مثلا وابيض. بطاطس مشوية، سمك، يعني لازم بيبقوا عاملين سمك ولحمة وفراخ، ده اساسي. واوقات تانية بيكون في كفتة. هنا ده بيعمل فطير. هنا دي برضو خضار كده بيعملوا زي مشوي شوية، بطاطس مع جزر وفلفل وبصل. ده هنا طبعا المكرونة بقى، ده بيبقى كده ليه كورنر لوحده، بتبقى مكرونة مسلوقة، تختاري بقى عليها صوص ابيض، عليها صوص احمر، عليها اي حاجة بقى برضو اللي هي البصل والفلفل والجبن والحاجات دي، لو عايزين اي الاضافات ديت بنطلبها عادي. زي ما قلت لكم بيكون في لازم يكون في رز، ولازم يكون في مكرونة. الرز بيعملوه كمان بطريقتين، المكرونة برضو بيبقى ليها كذا طريقة، وانت تختار انت عايز ايه. السلطات بنلاقي سلطات كتير قوي بصراحة، اصناف سلطات كتيرة قوي. آه في حاجات بتكون يعني بيبقوا عاملين السلطة الخضراء كل حاجة لوحدها، وبيبقى في سلطة خضراء تاني ميكس مع بعضها. في ناس ما بتحبش مثلا الفلفل في السلطة، فعشان كده بيبقوا عاملين كل حاجة لوحدها، كل صنف في لوحده في اطباق، وبيبقوا عاملين سلطة خضراء تاني بكل الحاجات بتاعتها، الطماطم والخيار والفلفل والحاجات دي ميكس كده مع بعض في كورنر لوحدها. كمان بيبقى نلاقي جنبها بقى الزيوت والتوابل والصوصات كتير قوي للناس اللي بتحب تحط صوصات على السلطة. هنلاقي في حاجات كتيرة جدا، الطحينة والمايونيز والمستردة والكاتشب، وبيبقى في انواع تانية من الصوصات برضو، توابل كتير قوي موجودة.
ده الكورنر التاني بتاع السلطة اللي هي اللي بتكون ميكس بقى الخضار كله مع بعض. بس كان لسه الشيف كان لسه بيجهز الخضار وهيقطعه. زي ما قلت لكم انا بحب قوي ان انا ادخل اصور، ما يبقاش فيه اي جست دخل المكان، وبيبقى لسه الاكل بالجارنش بتاعه بيبقى شكله حلو في التصوير. وكمان عشان خاطر خصوصية الناس وعشان خاطر ما اضايقش حد في وقت ما يبقوا عايزين يحطوا اكل اليوم، فبرضه بيبقى مش لطيف ان انا اصور في وقت يكون حد واقف عند الاكل من الجست. فبحب ادخل قبل ما ميعاد الاكل كده ب10 دقايق اصور المكان. برضو هنا بيبقى فيه مخبوزات، بيبقى فيه حلويات، بيبقى فيه فواكه. ده على طول بقى فطار غدا عشاء، يعني نلاقي اصناف وانواع مختلفة جدا. يعني عيش بني اللي هو عيش الدقيق قمح كامل، الدقيق الابيض، التوست والعيش البلدي. اصناف كتيرة برضو بيبقوا حاطين كذا حاجة من الفواكه، بلح، جوافة، اوقات بيبقى فيه عنب، اوقات بيكونوا عاملين ميكس كده هو سلطات اللي هي الفروت سلطات، جاتوهات والحلويات الشرقية. كمان بيبقوا عاملين كورنر كده للاطفال، في اطفال بتحب قوي ان هي تحط لنفسها، فبيبقوا عاملين لهم كده كورنر للاطفال كده بكام صنف، يعني عشان يحطوا يغرفوا لنفسهم يعني. ده الركن بتاع الاطفال، عاملين لهم فيه مثلا مكرونة مع يعني حاجات يعرفوا يغرفوها، ما تبقاش كمان تبهدلهم او ما تبقاش سخنة قوي عليهم. دي مكرونة وسمك. وهنا حلويات، بيبقوا كمان المكان دوت اللي بيكون يعني واطي شوية عشان خاطر الاطفال يعرفوا يطولوه. دلوقتي هنروح او احنا رحنا خلاص البحر. نركب الباص دوت، بيبقى على طول في باص بيتحرك من عند الريسبشن لغاية البحر، وهكذا برضو في العودة كل 5 دقايق. انا هصور لكم الطريق بتاع يعني المشوار بياخد وقت قد ايه من اول ما اركب لغايه ما انزل. هنا من اول ما بنخرج بننزل من الباص، هنلاقي على ايدنا اليمين المطعم، في مطعم اللي هو بيتعمل فيه السناكس وبيتقدم فيه وجبه الغدا برضو. وعلى الشمال هنلاقي الاكوا بارك، وفي وشنا البحر على طول. كنا بننزل من الباص، على ايدنا اليمين هنلاقي المطعم، على ايدنا الشمال هنلاقي الاكوا، وفي وشنا البحر. هصور لكم الشط والبحر والمطعم برضو بتاع البحر والاكوا بارك. صراحة المكان جميل جدا. هو متعة الفندق بتكون الصبح بنقوم بنفطر، وبعد كده بنروح نركب الباص ونمشي على البحر بقى والاكوا لغاية الساعة 5 كده او 6، وبعد كده بنرجع تاني هناك. هنا ده في اول الشط خالص على ايدنا اليمين حاجة اسمها اللسان، حلوة قوي الحتة اللي شاورتلكوا عليها بالسهم دي، نمشي عليها كده برجلنا. الرملة دي عاملة زي الدقيق بالظبط، بجد جميلة جدا وناعمة خالص، حرفيا اكننا ماشيين على دقيق. البحر كمان حلو. هو في جزء صخري وفي جزء رملي، يعني في جزئية كده ننزل منها نلاقيها فيها صخور من اولها، وفي جزئية كده نلاقيها من اولها عادي رملي. نلاقيها على الشمال كده شوية. بدأت لكم كده، بس انا رحت جايبكم كده من اليمين خالص. اول حاجة هنلاقيها في اول الشط اللي هي اللسان، وبعد كده هنلاقي الشط كله، وبعد كده نلاقي الاكوا بارك. فانا حبيت كده ارتب لكم الدنيا. فانا نزلت من الباص، رحت داخله يمين، رحت جايبه اول اليمين كده عند اللسان، وبعد كده هكمل لكم عند الشط. كل الشط ده هنمشي عليه وهوريكم الشط والميه والرمله عامله ازاي، وفي الاخر هنلاقي بصوا شطنا حلو قوي. اللي يحب يتمشى على الشط تبقى رجليه، يعني مش عايز ينزل يعوم بس تبقى رجليه واصله توصلها الميه.
برضو دي حاجة من الحاجات الجميلة قوي في الفندق هنا، والشاطئ بتاعه جنبي. دي حفلة كده، بيعملوا حفلات على البحر كده يعني بسيطة عشان خاطر يسلوا الجست. هنا المكان دوت بنطلع على الاكوا بارك. اول حاجة بتقابلنا بقى هنا في على ايدنا الشمال حنفيات كده، دش قصيرة نغسل فيها ايدينا او رجلنا، وفي وراها دش كبير. دي الزحلقة دي او اللعبة دي صعبة جدا بصراحة. انا من الناس اللي ملهاش في الاكوا بارك خالص، بس انا كان معايا اخواتي بقى واطفال صغيرين ركبوا الالعاب دي كلها. فهم قالوا لي ان دي بصراحة شديدة قوي يعني في الدفع بتاعها، وهم نازلين كده من فوق دفع المية بيكون شديد. كمان هي عالية قوي، بنطلع حوالي 6-7 ادوار كده عشان ناخدها كده عالية وطويلة قوي. جنبها على طول في البحيرة دي، بحيرة صناعية. هي بتشتغل كده حوالي 10 دقايق مش عارفة عشان تعمل امواج يعني صناعية كده تدي شكل. بيشغلوها كده 10 دقايق الصبح و10 دقايق كده اخر النهار. الاطوال بتاعتها 70 و100 وبعد كده 120. بعد كده هم حاطين كور اهي عشان خاطر بعد كده يعرفونا ان العمق الاخير دوت اللي عالي خالص اللي هو 160. وفي حمام سباحة تاني 120 سنتي من اوله لاخره. حلوة برضو ان البحيرة دي شكلها شوية واخد شبه الشاطئ كده او البحر يعني، شكلها لذيذ. الاكوا بارك بجد هي جميلة جدا ومغرية قوي، بس اللي بيستحمل بقى. كمان هنا في عند الناس دول شايفين المراكب دي عبارة عن حمام سباحة كده. هو كنز شوية، العرض بتاعه مش كبير، ولكن هو واخد داير ما يدور يعني. هنا بيركبوا من مكان الناس ما كانت واقفة ويلفوا وينزلوا من نفس المكان ده. بتبقى زي المركب دي بنركبها وبيلفوا بيها حوالين الاكوا. هي داير ما يدور كده هو، والاكوا بارك في نصها. جميلة برضو الفكرة دي. دول اول اللعبتين دولت اللي هما مش عارفة اسمهم ايه بصراحة. بس هو انا عشان طبعا بالنسبة لي انا ماليش في الاكوا بارك خالص، فانا بفرجكوا كده على الالعاب والحاجات اللي ليه في الاكوا هيبقى فاهم ايه الحاجات دي. حبيت بس اوريكوا شكل الالعاب وعددها قد ايه. هم كتير جدا يعني حوالي 30-35 لعبة كبار واطفال. وكمان هنا بقى دي مجموعة من الالعاب كتير قوي. اللي هو حمام السباحة ده جواه كذا لعبة، جواه العاب كتيرة جدا. بيركب بيستخدموها اطفال وكبار. العمق بتاعها تقريبا مش عارفة ايه 50 سنتي تقريبا 40 سنتي. انا جبت لكم كل حاجة بالارقام بتاعتها بالاعماق بتاعتها عشان تكونوا عارفين يعني تكونوا فاهمين الدنيا في المكان هنتبسط فيها ولا لا، هنلاقي فيها اعماق تناسب الكبير والصغير ولا لا. بس بصراحة هو كانت مكان لذيذ قوي ومكان ممتع جدا. وهي اكتر المتعة في المكان هي طبعا الاكوا بارك والحمامات السباحة المنطقة دي بقى والبحر. ده حمام السباحة التاني يعني. هو كان فيه بحيرة اللي وريتها لكم متقسمة، وده حمام سباحة كله كده من اوله لاخره 120 سنتي، هو عمق واحد 120. كمان في شازلونجات اهي على الشمال جوه حمام السباحة برضه، دي من الحاجات اللي كانت لطيفة قوي. هنا قربت لكم منها كمان شوية. دي شازلونجات كده بننام عليها وتبقي جوه حمام السباحة، يعني لطيفة. حاولت اجيب لكم الاكوا بارك من كذا زاوية، شوفوا شكلها وهي شغالة. هي الاكوا بارك كبيرة جدا، وبس ممتعة قوي. الاطفال بيستمتعوا والكبار بيستمتعوا وكل الاعمار بيستمتعوا بصراحة في المكان. هنا ده المطعم اللي موجود على البحر.
طبعا ما بيكونش فيه كمية الاكل اللي موجودة في المطعم الرئيسي، ولكن لو مثلا احنا مش حابين نروح الفندق في وجبة الغدا، فعادي جدا نتغدى هنا اهو. طبعا هو هنا بيبقى فيه السناك والغدا. السناك بيكون من 1 ل3 سوري، الغدا بيكون من 1 ل3، والسناك بعد كده من 3 ل5. فالمطعم ده بيكون شغال على طول، يعني من 1 ل3 بيكون أصناف أكل بتاعة الغدا، وبعد كده بيعملوا سناك بقى اللي هو بيبقى بطاطس محمرة، واللي هو بيبقى من 3 ل5 ده السناك، بيبقى فيه بطاطس محمرة، بيبقى فيه بيتزا، بيبقى فيه اللي هو سندوتشات البرجر. وقت الغدا زي ما انتم شايفين كده، يعني دي وجبة الغدا مش وجبة سناك، اللي بصورها لكم دي وجبة غدا. دلوقتي احنا هنركب الباص وهنتحرك من عند البحر والاكوا. هوريكم الطريق والمسافة بالظبط، انا ما وقفتش الفيديو خالص. يعني أنا دلوقتي اهو ركبنا الباص وهنتحرك لغاية الفندق. هوريكم المكانين اللي ممكن نركب منهم عند الفندق هم ايه، او ننزل عندهم واحنا راجعين هم ايه. انا ما وقفتش الفيديو خالص والله، هو بالظبط واخد 4 دقايق، بس احنا الاتوبيس اللي كنا راكبين فيه كان ماشي بالراحه قوي، فعشان كده اخد 4 دقايق. في حد تاني كنت ركبت معاه ما كانش مثلا 3 دقايق، 3 دقايق وكام ثانيه. فالمسافه بتبقى حوالي من 3 دقايق ل5 دقايق في الاتوبيس. لو حابين ان احنا نتمشاها، يعني هتاخد لها في التمشيه كده اللي هي المتوسطه حوالي 10 دقايق. لكن مفيش ازمه خالص من حوار الباص، ان هو بيبقى كل 5 دقايق زي ما قلت لكم بيبقى موجود عند الفندق علشان يودي الجست للبحر. وبرده بنلاقي على طول كل 5 دقايق عند البحر للعودة للفندق. هو شارع كده بس طويل يعني مش لفة ولا حاجة. احنا هم بصور فتح الفيديو زي ما قلت لكم هم 4 دقايق بالظبط. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون يعني استوفيت كل حاجة تكونوا حابين تسألوا عليها تكونوا لقيتوها في الفيديو ده. وما تنسونيش في اللايك والشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. ولو في أي استفسار عن أي حاجة اسألوني في التعليقات. زي ما قلت لكم ان فندق كاليميرا وفندق بلند الاتنين في منتجع واحد، والاتنين مشتركين في البحر والاكوا. بس دي الحاجة الوحيدة اللي هم مشتركين فيها، البحر والاكوا. لكن كل فندق فيهم ليه المطاعم بتاعته والغرف بتاعته. زي ما قلت لكم ان كمان كاليميرا سعره اعلى من بلند. احنا اهو الشارع هو طويل اللي احنا رجعنا فيه، ما دخلناش يمين لسه ولا شمال. هنقوم داخلين يمين هنلاقي على ايدنا اليمين فندق كاليميرا، وعلى ايدنا الشمال هنلاقي فندق بلند. يا رب كده تكون الصورة وصلت لكم زي اكنكم موجودين في المكان بالظبط. هو بس زي ما قلت لكم كان السواق كان ماشي بالراحه قوي. فاخدنا المسافه دي، يعني اخدنا الوقت دوت اللي هو ال4 دقايق. في هنا بقى دي بننزل من هنا كده اهو. يعني الباص برضه ممكن يقف هنا عشان خاطر ينزل ناس او يركب ناس، وبنمشي تاني نكمل كده لحد الريسبشن. الناحيه اللي احنا وقفنا فيها ورا ديت اللي هي ناحيه حمام السباحه الكبير. وفي برضه هناك بازارات برضه غير البازارات اللي موجوده جنب الريسبشن. ده شكل الهرم اللي عند البوابه بتاعه بلند، عند الدخله كده اللي هي قبل الريسبشن. شكل الهرم كده من بعيد. هنلف كده وندخل بقى شمال عند الريسبشن، وده بتكون اللي هي المحطة الأولى بتاعة الأتوبيس اللي بيتحرك فيها. دي كده بداية الفيديو خالص اللي هي كنت جبتها لكم. المنطقة دي يعني اللي هي الدخلة بتاعة الفندق، بنلاقي على ايدنا اليمين منطقة الحفلات، وفي الوش هنا هنلاقي الريسبشن. مستنية تعليقاتكم، مستنية اي استفسار ليكم، واشوفكم ان شاء الله او تشوفوني بخير فيديو جديد.